كيانا الحزب وكيانه، إلا أنني أستأذنكم أن أبدأ حديثي فيما هو أهم من الوفد ومشاكله الداخلية، إلا هو مصر التي تتحمل وحدها عبء الدفاع عن الأمن القومي ومواجهة التحديات والمؤامرات الصهيونية التي تستهدف تحقيق حلم الكيان الصهيوني من النيل إلى الفرات. ولنا الآن في بورسعيد الباسلة، فلا يمكن أن ننسى أنكم أحفاد أبطال المقاومة الذين دفعوا الدم ثمنا للحفاظ على التراب الوطني، وهو ما يقودنا إلى مناقشة الوضع في سوريا التي تمزقت بفعل مؤامرة دولية على رأسها الكيان الصهيوني بالتعاون مع تنظيمات تطمع في استنزاف خيرات هذا البلد العربي الحبيب والقريب إلى قلوب المصريين. سوريا تتعرض الآن لأكبر عملية سرقة لأراضيها، وهو ما يجعلنا نتمسك بمفهوم الدولة الوطنية الموحدة التي حاولت التنظيمات السرية التي اخترعت لباس العلن من قوى الظلام الشريرة في عامي 2012 و 2013 التآمر عليه ومحو من عقول المصريين باعتباره مفهوما وحيدا لأمان هذا الشعب وسيادة الدولة المصرية على أراضيها، والتي كادت أن تسرق مثلما تتم سرقة سوريا الآن. ولا يفوتني تقديم التحية للدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية، لأنها كانت أول من أعلن رفضه لاقتحام الجيش الإسرائيلي للأراضي السورية والاستيلاء على عشرات الكيلومترات من الأراضي داخل حدود سوريا. واسمحوا لي أيضا باسم الوفديين الذين تربوا داخل جدران الوفد ومن التحقوا به إيمانا منهم بمبادئه ورؤيته الوطنية، وفي مقدمتهم الوفديين الذين يمثلون امتدادا لمبادئ الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، أن نعلن هنا مساندتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية في معركتها الكبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العربية ومعركتها العظمى للحفاظ على الأمن القومي العربي ومصر. وتحية لجيش مصر القوي القادر الأمين على مقدرات وأمن وسلامة أراضينا. وتحية لرجال الشرطة الذين يتصدون لمؤامرات الفتنة وجماعات الإرهاب وتمزيق الأوطان. وبإذن الله وبقوة وتماسك ووعي شعبها سوف تبقى مصر قوية أبية عصية على كل من يفكر في المساس بأمن شعبها وسلامة أراضيها. أيها الإخوة والأخوات، لقد اعتدنا في الوفد على العمل بشفافية ووضوح، فنحن حزب يمتلك تاريخا مستندا إنجازات ونجاحات ومسيرة سياسية طويلة تمت جمعها في العلن، فنحن لسنا تنظيما سريا تجهيز كوادره وكادته سرا، فهذه هي طبيعة التنظيمات السرية التي لا تتناسب مع الوفد. ولذلك فإنني في غاية الاندهاش لإصرار إدارة الحزب على الكتمان والامتناع عن إعلان أسماء الهيئة الوفدية، وهو ما يثير التساؤلات عن إعلان أسماء أعضاء الهيئة الوفدية، وما يثير التساؤلات والشكوك حول وجود تغيير عنيف في تشكيلات وأسماء أعضاء الجمعية العمومية في كافة المحافظات بالمخالفة للائحة الحزب دون الرجوع للهيئة العليا، بما يعد تزويرا ماديا ومعنويا التي تم تعطيل أعمالها عمدا لأكثر من 6 أشهر حتى الآن، في واحدة من عجائب وغرائب العمل السياسي داخل أعرق حزب سياسي في الشرق الأوسط. أيها الأخوة، إن معركتنا الحقيقية هي احترام اللائحة وهي دستور الحزب، واحترام اختصاصات الهيئة العليا التي بتسقط سلطتها وصلاحياتها دون احترام المؤسسة. منتخبة تملك صلاحيات تقوم صلاحيات رئيس الحزب، تقوض صلاحيات رئيس الحزب، وتملك ضمن صلاحياتها قرار عزل رئيس الحزب، ولكن للأسف أن الهيئة العليا وهي الحزب في حالة صمت واستسلام يثير الدهشة. أن الوفد كان حجر الزوايا في الحياة السياسية لمصر، وكان سندا للدولة المصرية حريصا على استقرارها وسلامة وأمن شعبها ووحدتها الوطنية، ولم يسمح يوما بوجود أصحاب الأجندات الخاصة والأفكار المنحرفة
فهو حزب الوطنية المصرية، وليس كما قلت تنظيما سريا لا نعرف أسماء كوادره في المحافظات. أيها الإخوة، إن الحديث عن حماية الحزب يبدأ بالشفافية. أما ما يقال في بولس حنا عن حماية الوفد من الأبناء المدافعون عن أصل الكيان الحزبي وهو جمعيته الرقمية وعدم نفي المعلومات المتداولة حول إجراء تشغيلات سرية، وهو قول يؤكد أن هناك جريمة تزوير مخالفة للائحة ودستور الحزب، والتي تمثل إرادة الوفديين الذين وافقوا عليها وصاروا على نهجها واحترموا نصوصها على مدار 45 عاما. زملائي الأعزاء، القول بأن قانون الحياة لأي حزب سياسي هو استمرار الحركة والتجديد في عضويته وفقا للائحة الحزب، وجوهر الحركة والتجديد هو التنقية المستمرة لقوام عضوية الحزب بالسبعات والإضافة، وهو قول نصدقه إذا كانت عملية الإحلال والتجديد تتم وفقا للائحة الحزب ونصوصها التي استندت هذا الإحلال والتغيير إلى قرارات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي. أما إجراء تغيير الجمعية العمومية بإرادة منفردة وفي الخفاء فهو عمل غير مشروع وتزوير فاضح غير مقبول ومرفوض. ولن يقف الوفد المخلصون ابدا، الوفديون المخلصون ابدا شهداء صامتين وهم يرون جريمه تنظيميه تهدم بنيان الحزب الذي عاش اكثر من 100 عام صامدا، بل مقدرا على اقصاء كل من يحاول هدمه او المساس بثوابته. زملائي الاعزاء، ان اتهامنا باحداث فوضى هو اتهام باطل، فالمطالبه بتفعيل اللائحه ليس فوضى، بل الفوضى الحقيقيه هو الانفراد بالسلطه وعدم احترام اللائحه والغاء دور الهيئه والمكتب التنفيذي، ووجود سماسره يساعدون رئيس الحزب لبيع المناصب وعضويه الهيئه العليا. الفوضى تنشا مع منح الحق لشخص كي يشرف على التشكيلات ومنح اخر الحق في مراجعتها دون سند لائحي، وفي نفس الوقت يتم تعطيل الهيئه العليا المنتخبه والمكتب التنفيذي ومنعهما من اداء عملهما. فلا يمكن قبول منهج اصحاب المصالح المحيطين برئيس الحزب، ولا يمكن منع الوفديين من المشاركه في اتخاذ القرار عبر هيئتهم العليا المنتخبه. الاخوه والاخوات، ان معركتنا ليست معركه مناصب ولا معركه على منصب رئيس الحزب، ولكنها معركة كيان وهوية، ولكننا لن نتوقف أبدا عن مقاومة محو الهوية الوفد بل طرد أبنائها من التشكيلات. ولذلك فإنني أقرر الطلب المشروع والذي لقى قبول وتأييد عدد كبير من الوفدين بالمحافظات، والطلب واضح وبسيط ومشروع. نريد نشر الجمعية العمومية الفعالية التي انتخبت الهيئة العليا يوم 8/10/2022 ورئيس الحزب الحالي في صحيفة الوفد والبوابة الإلكترونية والمركز الإعلامي. فإن لم يتم النشر فإننا سنتعامل مع موقف باعتباره تهربا من الإعلان وتجاوز اللائحة والنظام الداخلي للحزب، وسوف نستمر في حملتنا لطرق الأبواب للاطمئنان على استمرار الوفديين المخلصين في جمعيتهم العمومية دون تبديل أو تغيير أو إقصاء. والله الموفق.